أي قصة ملهمة وراها بزاف ديال المعاناة، وطريق النجاح عمرها كانت معبدة ومريحة. فتخيل أنك طفل مهاجر وسط عائلة كبيرة كتعيش الفقر والسند رب العائلة. الأب ديالك مريض ما كيتحركش، فقبل ما توصل ل11 من عمرك يموت لك، وفي رمشة عين تحولتي من طفل بريء لمدمن مخدرات. لكن رعاية الأم وتدخل بعض الناس المحبين للخير انتشلاتك من الزنقة ورداتك باش تتبع الحلم ديالك لتصبح واحد من أحسن اللاعبين في العالم، لتصبح حكيم زياش. حكيم زياش. صلاح الدين بصير مستودع يفتح تعادل للربع. وغميل بن شرقي أرضية وجول. 19 مارس 1993 مدينة درونتشن الهولندية. زاد حكيم أصغر فرد في أسرة السيد محمد زياش والزوجة ديالو، منحدرين من منطقة تافوغالت ضواحي مدينة بركان، واللي قرروا الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل بهولندا. فكبر حكيم وهو متيم بحب الكرة اللي شاف خوتو الكبار كيلعبوها بفرق الأحياء، فطلب من الأب ديالو أنه يسجلوا في إحدى الفرق، وداك الشيء اللي كان. سنة 2001 تم تسجيله بفريق ريال درونتشن ليبدأ حلم الطفل الصغير بمداعبة الكرة بالموازاة مع الدراسة ديالو. لكن مع مرور الوقت بدأت علامات المرض كتبان في الأب ليصبح طريح الفراش إثر مضاعفات مرض عضال. فآخر أسبوع من سنة 2003 بالضبط يوم 28 ديسمبر توفى السيد محمد زياش، وتقلبات حياة الطفل الصغير 360 درجة، وتحول من طفل طموح معروف بموهبته الكبيرة في كرة القدم المستهلك جميع أنواع المخدرات رفقة أبناء الحي ديالو. فمن حسن حظ حكيم أنه كان في أسرة مغربية تؤمن باللحمة والتآزر، لا سيما أنه الأم ديما كتحاول تعوض الفراغ اللي كاين. لكن هادشي ما كانش كافي باش يرجع حكيم للتدريب. هنا غادي يبان واحد الشخص اللي كان بمثابة المنقذ وصاحب الفضل الكبير في نجاح الطفل التائه والمصدوم عزيز ذو الفقار. هذا الأخير هو أول لاعب مغربي يحترف بالدوري الهولندي، جاور أساطير الكرة الهولندية في السبعينات، واستقر به الحال مدرب الفرق مدينة درونتشن. فبحكم معرفته بحكيم اللي كان آنذاك ضمن الناشئين فريق الصغار رفقة ابنه، فشجعوا باش يدوز اختبارات بنوادي هولندا، ونجح في إقناع معطلي أكاديمية نادي هيرنفين مؤهلاته التقنية الكبيرة، واضطر الانتقال لأحد المنازل المخصصة لإقامة المتدربين وناشئين النادي. فهنا يكون أول لقاء مع الأم الثانية ديالو، السيدة اللي كان عندها أثر إيجابي في مسار الشاب اللي دابا بعيد على عائلته، السيدة الأرمينية نازان ساهيكيان، المحبوبة عند لاعبي نادي هيرنفين، المكلفة بالاعتناء بالناشئين وبقى بالأكاديمية بالتوازي مع الدراسة ديالو. لكن السلوك الانحرافي بقى ملازمه نظرا للتسيب النسبي بمقر الإقامة، فرجع لعاداته القديمة تعاطي المخدرات وانقطع عن الدراسة في سن 16، وأصبح قليل المشاركة في المباريات. ليتدخل مجددا عزيز ذو الفقار وشد ليه بيديه ولا كيديه مع المباريات الكرة المصغرة باش ما يقطعش علاقته بالبالون. فعدم انضباطه أخر عملية إقحامه بالفريق الأول اللي كان من المفروض يبدأ معهم في سن 17 سنة، الشيء اللي أكدوا مدرب الفريق الأول رون جانز، بحيث أنه حكيم فنيا فوق المستوى لكن أخلاقيا كان كثير المشاكل. ففي خطوة ذكية وجميلة قرر وكيل اللاعب مصطفى نخلي انتقال في السنة الموالية للعيش رفقة حكيم باش يكون قريب ليه ويضبط تصرفات الفتى الطائش، الخطة اللي عطات الأكل ديالها عام من بعد. Leverkusen meteen zien wat hij kan. ونجح حكيم في الانضمام للفريق الأول وتوقيع أول عقد احترافي سنة 2012 ليتم استدعاؤه لأول مرة كرسمي ضد نادي كويك دوكيم. مباراة استعدادية، حكيم دخل المقابلة وهو تحت أنظار الجميع نظرا للسمعة اللي كانت سابقة أنه كاين لاعب في الشبان كويري والسهل يكون مع الفريق الأول منذ 3 سنوات. فكان في الموعد وسجل هدف رائع
خلى الجمهور منبهر وكيصفق. Het is juli 2012. Als prachtig van مباشرة ورا المباراة وعدوا المدرب والأسطورة فان باستن بالرسمية، لكن في المقابل يكون منضبط ويخدم بجد. بدا زياش اللاعب مع الفريق الأول وكان فوق المستوى بالتمريرات الرائعة والأهداف الجميلة. Ja, het is 3-2 voor Heerenveen. Ziyech houdt het over zich. En Ziyech over de muur en die gaat erin. Het is een prachtige vrije trap van Ziyech. Ziyech neemt over, ziet de keeper voor zijn doel staan. Ziyech! Ho-ho! Wat een fenomenaal doelpunt van Hakim Ziyech. الشيء اللي خلاه يكون ضمن المنتخب الهولندي الأقل من 19 سنة، رغم أنه ما كانش كيشارك بكثرة في أول موسم ليه، لكن مع دخول الموسم الموالي فان باستن وفى بوعده، وكان زياش رسمي في كل المقابلات، فلعب 31 ماتش سجل فيهم 9 الأهداف وعطى 9 الأسيستات. En een prachtige geplaatste bal en hij flikt het weer. Wat een magnifieke goal weer Ziyech. أرقام خلاته يفوز بجائزة لاعب الموسم بالفريق وكسب شهرة كبيرة بهولندا، منحاته فرصة اللاعب للمنتخب الهولندي الرديف. Dat is een uithaal, wat een binnenkomen voor Ziyech. Geweldig, beetje mazzel, maar het is een fraaie aanval en het is weer Ziyech die scoort. Het is echt een... فكما كان متوقع بدأوا العروض من جميع الفرق، أبرزوها روما الإيطالي، فاينورد ثم جفينتي. هذا الأخير كان الأكثر إقناعا للحكيم، منحوا القميص رقم 10، ثم المدرب اللي وعده بأنه سيكون حر في وسط الملعب، فوافق حكيم ودخل في تجربة جديدة، توقيعه العقد لمدة 4 سنوات، غادي يبدأ بنجاح. فكان في اللائحة الأولية للمنتخب الهولندي خوض كأس العالم بالبرازيل تحت قيادة فان خال، لكن لحسن حظنا أنه تم استبعاده باللائحة النهائية لتتم المناداة عليه مرة أخرى، المباراة ضد ليتوانيا، لكن الإصابة ما خلاتوش يلتحق، الشيء اللي دخل الشكل كل مهتم بالكرة بهولندا، فأنه زياش ما عندوش رغبة اللعب بالقميص الهولندي، فرضية اللي تأكدات بعد أول اجتماع مع الناخب الوطني بادو الزاكي، فزياش اختار المغرب على حساب أحد أفضل نسخ المنتخب الهولندي. الاختيار اللي فتح عليه الويلات بهولندا ابتداء من وسائل الإعلام اللي ركزوا الأقلام والصحفيين ديالهم على حكيم، مرورا أساطير الكرة كفان باستن مدرب حكيم السابق اللي صرح بأنه حكيم غبي باختياره الغير المفهوم للمنتخب المغربي، وانتهاء بجماهير جفينتي اللي ما رحموش رغم أنه في أوج العطاء ديالو. فمباشرة بعد أول مقابلة مع الأسود ب15 يوم رجع لجفينتي للعب ضد نادي PSV ايندهوفن ودخل كعميد كالعادة، سجل هدف بعد مجهود فردي وتوجه للاحتفال مع الجمهور، لكن هذا الأخير ما كانش في المستوى، نساو الهدف وتهجموا عليه. فأي واحد بدا الفيديو من الأول يعرف أنه حكيم دوز جميع أنواع التهميش في الطفولة ديالو، الشيء اللي خلى شخصيته أكثر من قوية، فأي لاعب في بلاصتو كان يهرب من هولندا، خصوصا أنه كان مطلوب في جميع الدوريات، لكنه كمل وفرض الاحترام للجمهور اللي صوتوا عليه من بعد كلاعب الموسم بجفينتي، ثم جريدة فوتبول انترناسيونال اللي اختاروه كأحسن لاعب بالإيرديفيزي. فمعظم المحللين كيعتبروا أنه نسخة زياش بجفينتي هي الأجمل نظرا للحرية اللي كانت عنده والمهارة العالية اللي بين عليها، فسال الموسم وهو في القمة ديالو بعد ما دار ماتشات كبار، خصوصا مباراة ضد أياكس. هذا الأخير مع نهاية المقابلة عرفوا أنه حكيم جوهرة ما خاصهمش يضيعوها. مع نهاية الموسم دخلوا العديد من الفرق للظفر بالمغربي، أهمها فينيربخشة التركي
لكن في آخر اللحظات أجاكس عرض عليه راتب خيالي وامتيازات كثيرة، زيد على ذلك رغبته الكبيرة في البقاء مع الأم ديالو اللي بالنسبة لي أغلى شيء كيمتلكو وهي اللي كتحضر معاه في أي مناسبة، فما كان منه إلا قبول عرض أعظم نادي بهولندا، وأصبح حكيم لاعب لأجاكس، الفريق اللي رفض تجربة اللاعب في الصغر. اشتراه دابا ب 11 مليون اورو، فبدا الموسم بالتوازي مع تعيين هيرفي رونار على راس المنتخب المغربي، فقام باستدعاء حكيم لاقصائيات كاس افريقيا، بالضبط مباراه الراس الاخضر، فما لعبوش في الذهاب بحجه انه غير ملائم للاجواء الافريقيه، وفي الاياب دخل كبديل في الدقيقه 62 تنتهي المباراه ويتاهل المغرب لكاس افريقيا رسميا. هذا ما قلت مشاهدينا الكرام، يخرج في مدينتنا ويدخل اللاعب حكيم زياش، تغيير منطقي. برافو إيرفي رونار، برافو. بعدها بشهرين كانت مباراة ودية ضد الكونغو تألق فيها حكيم وسجل هدفين خلوا المغاربة متفائلين بالفتى الذهبي. الإفريقي سنتابع هذه الكرة لفائدة المنتخب المغربي، تصدق جول. لكن نهاية 2016 جات الصدمة، رونار يستغني عن حكيم في اللائحة النهائية اللي غتمشي لكأس إفريقيا بحجة أنه ما كيتقبلش الجلوس في كرسي الاحتياط، فبقات العلاقة متوترة بيناتهم حتى 30 يونيو 2017. السيد فوزي القجع قرر بنفسه يصلح بين المدرب واللاعب ونجح في المهمة ديالو ليعود حكيم إلى أحضان المنتخب الأم ويشارك في الإقصائيات المؤهلة لكأس العالم. شوف على الطالونات، شوف على التمرير، يلا يا حكيم، يلا يا حكيم، يلا يا فنان، يلا. واللي كانت فرصة باش يجاوب على فان باستن والصحافة الهولندية، فحكيم ضمن مكانه رفقة الأسود بكأس العالم، لكن المنتخب الهولندي عجز عن التأهل. مع أجاكس كان متألق بزاف، لعبوا نهائي اليوروبا ليغ لكن خسروه، فسال الموسمين الاولين كوصيف للبطل. اما على المستوى الفردي ففاز بلاعب السنة بنادي أجاكس واحسن ممرر بالدوري للمرة الرابعة على التوالي، لكن علاقته ما كانتش مزيانة مع الجمهور، فاختيار اللاعب مع الأسود بقى ديما تابعه رغم الأداء الأكثر من رائع رفقة نادي هولندا الأول. من جهة المنتخب دخل حكيم كرسمي لكأس العالم رفقة تشكيلة منطقية متوازنة، لكن خسارة المقابلة الأولى ضد إيران بعثرات الأوراق لتأتي الخسارة ضد البرتغال ب1-0 واللي قتلات حلم التأهل للدور الموالي. فحكيم خرج بتجربة مهمة في المسيرة ديالو ورجع لأمستردام أهداف جديدة وطموح أكبر، وهو مقبل على أنجح موسم في المسيرة ديالو. صيف 2018 زياش رفض أكثر من 4 عروض رسمية ليبقى في أجاكس، فكافئوا النادي بحرمانه من الرقم 10 وإعطائه لتاديتش، فرجع للرقم المفضل رقم 22 واللي كان فعل خير عليه، ومشاو بعيد في عصبة الأبطال بعد الإطاحة بمدريد في مقابلة تاريخية الحكيم واللي سجل فيها هدفين على نادي القرن، لكنهم خسروا نصف النهائي بعد التماطل والإفراط في الثقة في النفس ضد نادي توتنهام. محليا زياش فاز بالبطولة والكأس ثم السوبر كوب رفقة الجيل الذهبي الأجاكس اللي كانوا منسجمين لدرجة خيالية، ففاز زياش بجائزة أحسن لاعب أجاكس. Hakim, ga nog even staan. Amsterdam laat je horen. Hakim Ziyech! ولاعب السنة بهولندا في حفل كبير جامع أساطير الكرة، فكل لاعب جاب رفقة الزوجة والخطيبة، لكن زياش عنده حب واحد ديما معاه فيما مشى، فما فوتش الفرصة للتعبير أمام العالم عن حبه للأم ديالو والصديقة ورفيقة العمر. الموسم الموالي كان آخر موسم الحكيم رفقة أجاكس بعد 4 سنوات كان فيها النجم رقم 1، فبعد 8 سنوات جا الوقت فين يمشي من هولندا، والوجهة كانت بأقوى دوري في العالم الدوري الإنجليزي عبر بوابة تشيلسي، مبلغ يضاهي 40 مليون أورو. أما مع المنتخب زياش دوز مرحلة شبه سوداء بعد تضييع ضربة جزاء ضد البنين أقصي بسبب المنتخب بكأس إفريقيا 2019. قدم زياش يتقدم. فبدأ مع تشيلسي رفقة المدرب اللي كان معجب به فرانك لامبارد أحد أساطير النادي الأزرق، وكان حاسم ومهم في بزاف د المقابلات، لكنه غادي يتصاب ضد ليدز يونايتد
إصابة اللي تبعدوا على ما تبقى من مباريات سنة 2020. بداية سنة 2021 تشيلسي تعاقدوا مع المدرب توماس توخيل. هذا الأخير اعتمد على زياش في أول مقابلة ضد وولفرهامبتون، لكن على ما يبدو ما اقتنعش بالموهبة المغربية وقرر يقعدوا في بنك الاحتياط. حركة مفاجئة، فخلال هذا النصف الثاني كان زياش ديما ورقة بديلة من غير بعض المباريات، وسال الموسم بهدفين و3 تمريرات حاسمة، لكن فاز بأغلى لقب في تاريخه عصبة الأبطال الأوروبية، ثم أتبعها بالسوبر الأوروبي. أما مع المنتخب فبعد تعيين البوسني فايد هاليلوزيتش كلشي تفاعل خير، خاصة أن المدرب يؤمن باللاعب الفردي، فبداو إقصائيات كان 2021 واللي سالهم زياش كأحسن هداف ب3 ديال البيوت و2 اسيستات، لتأتي المفاجأة الكبرى. زياش مرة أخرى ما كاينش في اللائحة النهائية للكان، والحجة اللي اتخذها المدرب أنه تجاوز الحدود وأبان عن عدم الانضباط. pour chaque joueur, il y a des limites. جاوبوا زياش بسرعة بستوري عبر حسابه الرسمي بإنستغرام، قال فيها بالحرف: المرة المقبلة من اللي تهدر قول غير الحقيقة. فمن جهة الجمهور المغربي الكل يجمع على حب وعشق حكيم اللي تمنينا نشوفوه في الكان، كيفاش لو هو اللي واجه هولندا بصحفيها وشعبها قراراته الشجاعة واختار المغرب بلد أجداده رغم أنه ما عاش فيه. فنتمناو تطوى هذه الصفحة وترجع المياه لمجاريها ونشوفوا حكيم في كأس العالم 2022 إن شاء الله. كخلاصة للقصة، فأي واحد كيمر من شي فترة صعيبة في حياته يصبر ويدير هدف قدامه، فقصة حكيم زياش أكبر مثال على أنه من مستنقعات المخدرات قدر يخرج نجم عالمي بشخصية قوية بزاف. وأي واحد حداك كيمر بتجربة صعيبة حاول تعاونه يخرج منها. كان معكم مروان، ما تنسوش تشاركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو، وراه تقدروا حتى تدعمونا ماديا، كلشي كاين في صندوق الوصف. تهلاو.